تحية واحترام وتقدير للشعب الفلسطيني العزيز على قلوبنا. بس عايزين ننصحه نصيحة يا رب يفوق من المهزلة اللي هو فيها بقى دي وينهي على حاجة اسمها حماس والكلام الفاضي اللي بيتقال اللي حماس غرق فلسطين كلها. دي اكتر من مذبحة صبرا وشتيلة في لبنان. اللي بيحصل في غزة حاليا ده اكتر من مذبحة صبرا وشتيلة. لما نيجي نعد كده اللي استشهدوا والخراب اللي حصل في غزة لازم نعرف ان دي مهزلة متفق عليها ما بين الجماعات الأعداء أحفاد القردة والخنازير. لازم تبقى فاهم. واحد هيجي يقول لي يا عم دول بيضربوهم من مسافة صفر وبيدمروا لهم دبابات والقصة الهايفة دي. أنا عايز أقول لك بقى يا راجل يا ذكي يا اللي عندك فطرة كده وبتتكلم كويس، لأن هقول لك إن هم بيدوهم الدبابات المكهنة اللي خلاص عف عليها الزمن، هي دي اللي بيخشوا بيها كده عشان تفضل الحرب مستمرة. يعني بيضربونا عشان يطلعوا قدام العالم إن هم بيضربونا واحنا مش هنقدر نسيبهم. لازم نبقى واعيين للكلام ده والملثم وما الملثم والعرب اللي هي عماله قاعده تاكل قاعده تاكل في ايه؟ قاعده تاكل في قته محلوله. والناس الجماعات اللي هي مناصرة الحماس على مستوى الوطن العربي كلهم مثلهم زي حماس. يا ناس ياهو شغل عقلك كده وفوق لنفسك كده. الجماعة بتوع لبنان حزب الله، إسرائيل ضربت القيادات بتاعتهم كلهم. تعرفهم إزاي؟ إلا لو كان لازم في أساسا في صلة ما بينهم وبين بعض عشان أعرف هو راح فين وجاي منين وبيعمل إيه والحكايات دي. الطيارات اللي مسيرة اللي ضربت إسرائيل والصواريخ اللي بتطلع من لبنان والقصة الطويلة دي كلها بتضرب حاجات عشان تفضل الحرب مستمرة، عشان تفضل الخطة طويلة الأمد بتاعتهم وتبقى جماعة أحفاد القردة والخنازير الكبرى. لازم تبقوا فاهمين الكلام ده، ما تبقوش عايمين في مية البطيخ بس لسانتكم مبرد وكله جاي على مصر. احنا شايفين اللي انتوا مش شايفينه. انتوا هقول ايه الواحد مش عايز يتكلم كلام صعب عليكم وكبير عليكم. شغلوا مخكم لان انتوا اساسا ما بتشغلوش مخكم وقلوبكم كلها سواد. ايها الجماعات قلوبكم كلها سواد. انتوا بتخدموا مصالح الغرب ومصالح اعدائنا. يا رب نفوق ونفهم. وعلى الناس اللي بتقول لك الفلسطينيين ماتوا ومصر قاعده تتفرج عليهم، هي مصر ما بتحاربش ليه؟ مصر شايفه اللي بيحصل ايه. وعلشان كده لو مصر تدخلت، اللي ماتوا الوفات، اللي استشهدوا الوفات، لو مصر تدخلت اللي هيستشهدوا في الوطن العربي هيبقوا ملايين. خدوا بالكم يا بني ادمين، مصريين تقدر تحافظ على وطنها كويس قوي، انما انتوا هتقدروا تحافظوا على بلادكم؟ ما اظنش. ليه؟ لان انتوا متحوطين من كل حاجه من كل حته. ما اظنش ليه؟ لان في قواعد عندكم بتذبحهم. يعني انتوا تحت قيادتهم. احنا ما عندناش ولا قاعده ولله الحمد. افهموا بقى الكلام بقى وما تتعبوناش. والناس اللي بتسمع الكلام بتاع الناس دي تعقل كده وتفكر وتشوف هي رايحه فين. تحياتي لكل الناس وربنا يا رب يجيب العواقب سليمه.